بطلة حكايتنا النهاردة أميرة سعودية منعت سوسن بدر من دخول السعودية وأجبرتها إنها تغير اسمها. دي الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد آل سعود، ولو ما صادفش إنك سمعت عنها قبل كده فهي أميرة عيلتها خلصوا عليها بإيدهم. تخيلوا بقى الحكاية يبقى شكلها عامل إزاي. الأميرة مشاعل سفرتها عيلتها للجامعة الأمريكية في بيروت عشان تكمل دراستها هناك، وأثناء وجودها في بيروت وقعت في حب خالد الشاعر ابن أخو علي بن حسن الشاعر سفير المملكة السعودية في لبنان، وبدأت بينهم قصة حب ما انتهتش إلا بموتهم. ومر الوقت هناك وجه ميعاد إنهم يرجعوا للسعودية من جديد، وفعلا رجعوا، بس لأن حبهم كان أقوى من كل حاجة ما قدرش يبعدهم عن بعض لما رجعوا السعودية، وبدأوا يقابلوا بعض لوحدهم من غير ما حد يعرف. ومن هنا بقى تم اتهامهم بإنهم وقعوا في الخطيئة، ولأن ده فعل فاضح وجزاؤه كبير في السعودية قررت الأميرة إنها تهرب مع حبيبها، وفعلا عملت خطة إنها تزيف موتها بإنها غرقت في المية، وبعدها اتنكرت في هيئة راجل عشان تهرب من السعودية خالص وتختفي منها وكأنها ماتت زي ما خططت. بس للأسف القدر ما ساعدهاش في خطتها، واتمسكت وهي بتحاول تهرب ورجعت لعيلتها من تاني. الأميرة بعد ما رجعت لعيلتها قالوا ليها ما تعترفش باللي حصل عشان ما تتعبيش مع حبيبك، لكن الأميرة مشاعل أصرت على الإعدام مع حبيبها، واعترفت بأعلى صوت ليها في قاعة المحكمة إنها وقعت في الخطيئة مع خالد. وبعد اعترافها ده قدام الناس تم الحكم عليها بالإعدام في ساحة قدام الناس كلها، وماتت على إيد واحد من قرايبها الذكور لما ضربها بطلقة في راسها وقطع راس خالد بالسيف. طيب زمانك بتقول إيه علاقة سوسن بدر في مصر بالأميرة مشاعل في السعودية؟ ده احنا بينا بلاد. بص يا سيدي، لما حصلت وقعة إعدام الأميرة كان في صحفي بريطاني اسمه أنتوني توماس موجود ساعة الوقعة، وطبعا الصحفي معروف بفضوله. الفضول قتله وجننه، وفضل يدور على الأسباب اللي تخلي الأميرة وحبيبها يتعدموا بالشكل ده. وبعد ما جمع كل المعلومات عن قصة الأميرة مشاعل شاف إنه فعلا لازم يحولها لفيلم، وفعلا قرر إنه يعمل قصة الأميرة دي فيلم ويكون من إخراجه. ومن هنا بقى قرر إنه يصور الفيلم في مصر، واستعان بممثلين مصريين ومنهم سوسن بدر، واللي كان دورها دور محوري. دي كانت بطلة الفيلم، وطبعا لأنها كانت بطلة الفيلم فهي أكتر واحدة اتعرفت. سوسن كان اسمها في الفترة دي سوزان أبو طالب. المهم الفيلم اتصور واتعرض في بريطانيا، بس لما اتعرض العيلة المالكة ما سكتتش في السعودية وصارت جدا لدرجة إنها طردت السفير البريطاني من بلدها. ومش بس كده، استدعت سفيرها من لندن لأن المملكة شافت إن الفيلم ده تدخل في أمورها وإنه إساءة متعمدة للأرض المقدسة، وده مش مسموح بيه، خصوصا إن الفيلم ده كان بيسيء لنساء المملكة وخصوصيتهم. وبعد 24 ساعة تم إصدار قرار بمنع كل الممثلين المصريين اللي شاركوا في الفيلم ده بدخول السعودية. وسوزان أبو طالب اللي هي سوسن بدر كانت قدام عقبة كبيرة قوي في بداية مشوارها الفني ده. كل المخرجين والمنتجين كانوا خايفين يستعينوا بيها في أعمالهم، خوفا من إن العيلة المالكة تثور عليهم هم كمان أو تمنعهم من دخول السعودية خالص. عشان كده قررت سوزان أبو طالب إنها تغير اسمها لسوسن بدر وتبدأ حياتها الفنية من أول وجديد. ومن بعدها ظهرت لنا أيقونة الدراما سوسن بدر. وبس يا سيدي، دي كانت الحكاية.